بنبدأ ملخصنا من عند موقفنا في الملخص اللي فات لما المعمل انفجر بتشان وران كانت راحت فجأة، ومن وقتها وهي فاكراه مات. بيظهر تشان وإنه بعد الحادثة ما ماتش واتعالج، وكانت هي دايما اللي في ذكرياته، لكن كانت ذكريات مشوشة. وبعد ما عدى 7 سنين بيظهر تشان في حياتها، بس هي مش بتكون فاكراه، بتقرر تواجهه لأنها شاكة إنه بيراقبها. فبتقوله أنت تعرفني منين، وبتنزل عليه سؤال ورا سؤال. لو عايزين تشوفوا الأحداث اللي فاتتكم هتلاقوا الفيديو في أول تعليق مثبت، وبسرعة بسرعة فجروا زر اللايك وما تنسوش تشتركوا في القناة. وبعد الحادثة فقد ذكرياته معاها ومبقاش فاكر هي حقيقة ولا خيال، وعلشان كده بيرجع كوريا تاني وبيبدأ يتعالج عند دكتور نفسي علشان يعرف هي ليه في بنت في خياله بتقوله إنها بتحبه، وفي نفس الوقت هو مش فاكر أي ذكريات عنها. فالدكتور بيقوله يمكن هي كانت في حياتك السنة اللي ضاعت منك وما انتش فاكرها. فقاله لأ، أنا حياتي ما كانش فيها حد، طول الوقت كنت لوحدي، أنا أصلا حاسس إنها ممكن تبقى خيال في دماغي وبس. ولما بيخرج من عند الدكتور بيكون احتفال راس السنة، فبيشوفها بالصدفة وهو في العربية، فبينزل جري وراها عشان يتأكد. وبيكون الناس كتير قوي وتاه في وسط الزحمة، بس لما بيشوفها وبيروح عشان يقرب منها بتشتغل الألعاب النارية وبيفتكر حادثته، فبيقع على الأرض. وده بيخليه يفتكر ذكريات من الماضي اللي كان نسيها لما كانت بتحب دايما تدندن له أغنية عشان يريح بيها أعصابه. لكن المفاجأة إن ران مش بتطلع حبيبته، دي بتطلع حبيبة زميله في السكن، وهما الاتنين بيبقوا عندهم نفس الاسم تشان. وهنا بنفهم هي ليه ما كانتش فاكراه، لأنه مش حاببها تشان اللي هي تعرفه أصلا. وذكرياته المشوشة عنها ده لأن كان صاحبه دايما مشغول، فكان بيطلب منه يرد على الرسايل مكانه. وفي مرة صاحبه قال له يرد عليها، فبتقوله إن هي متضايقة شوية وكانت عايزة تتكلم معاه وحاسة نفسها إن هي لوحدها. فبتلفت نظره كلمتها، فبيقول لها لو عايزة تتكلمي أنا موجود. وبالغلط صاحبه وهو بيلم حاجته ومسافر بياخد اللاب بتاعه، فبيكلمه تشان عشان يقوله إنه خد اللاب بتاعه وإن عليه شغله، فبيعرفه زميله إنه ياخد اللاب بتاعه هو ويشتغل عليه وخلاص لحد ما يرجع، وهو هيبعت له كل الداتا. وبنرجع من الذكريات دي وهي واقفة بتسأله تعرفني منين، فغصب عنه بيعيط من الذكريات دي بس بيحاول يتوه دموعه. فبتقوله انت ليه بتدور ورايا وليه بتصورني وتراقبني، حتى اني لقيت في هدومك تذاكر المعرض. فبيبدأ يبرر لها انه قبل ما بيتعاون مع اي شركة لازم يكون عارف اسماء الناس اللي هيشتغل معاهم، وبيعتذر منها لو كان سبب ان هو خلاها تتوتر وتشك فيه. وكانت لسه هتمشي فبترجع تاني وتقوله طب انت كنت بتعمل ايه هنا في الفندق. فبيقول لها استني بس ما تتوتريش، ده انا عايش هنا في الفندق. تعتذر منه المرة دي وبتمشي فعلا، بس هو بيقلق عليها لما قالت ان في حد بيطاردها، وبيروح وراها وفعلا بيلاقي المطارد ليها وبينادي باسمها وبيحدف العصير بتاعه عليه، وبيطلعوا هما الاتنين يجروا ورا الشخص اللي بيطاردها. واختها بتشوف اللي بيطاردها وهما بيجروا وراه، فبتتعصب وبتطلع تجري وراه بس كانت هتقع. فبيمسكها ليه اللي بيشتغل معاهم في الشركة وفي نفس الوقت كان هيواعد اختها. ولما بيوصلوا وهما بيطاردوه لمكان مقفول فالمطارد بيطلع ازازة من معاه وبيحدفها على ران، بس تشان بيقف وبيحميها. وتشان بيحاول يمسك المطارد وبيقع من المطارد الصور اللي بيصورها ران، وبياخدوها وبيروحوا كلهم للشرطة. وهناك الضابط بيسألها كانت ايه المادة اللي معاكي اللي انتي حدفتيها عليه، فمش بترضى تجاوب. بس تشان بيقول لهم دي تقريبا كلوريد الصوديوم مخفف. فالكل بيستغرب هو ازاي فاهم. ولما بيسألوا البنت دي عملت معاها كده ليه، بتكون بنت بغل قوي وكارهة ان هي طول الوقت ناجحة ومحطة انظار كبيرة ومصممة شاطرة، وبسبب ان هي بتغير منها سابت لها الشغل اصلا وبقت مهتمة ان هي تدمر حياتها. وران مش بترضى ترفع عليها قضية. ولما بيخرجوا من اسم الشرطة اختها بتبقى متضايقة قوي من اللي حصل وخايفة عليها. وران بتسألها هي ازاي جت هنا هي والسيد ليه. فبتقول لها انا خفت عليكي لما لقيت ان في حد بيطاردك وبيصورك، عشان كده حطيت لك تعقب لمكانك. بتتعصب ران عليها قوي وبتقول لها جيتي ليه وعملتي كده ليه، افرضي حصل لك حاجة ولا كانت اذتك كنت هعمل ايه دلوقتي. فاختها بتطمنها وبتاخدها في حضنها وبتعرفها ان هم كلهم بخير ومفيش حاجة حصلت. ولما بيمشي تشان بيخرج 2 محققين وبيقولهم الشاب اللي معاكم مشي ليه، ده تقريبا كان محتاج علاج. فلما بتسمع ران الكلام ده بتاخد بعضها
بعضها وتروح وراه، بتديله الكارت بتاعها وبتقوله يروح يتعالج ويكلمها ويقول لها تكاليف المستشفى ايه، فبيرفض ويقول لها بصي انا كويس مفيش حاجه يعني. فبتقوله لا، ده هيحسسني ان انا مرتاحه، انا مش بحب اتسبب في الاذى لغيري. ولما بترجع ران البيت جدتها بتبقى متضايقه ان هي رفضت ليه وليه مش عايزه تدخل حياتها حد، فبتقول لها انا مبسوطه كده ويا ريت ما عدتيش تعملي معايا كده تاني. فاختها بتقف تحل الموضوع وبتقول لها يا جدتي هي في حياتها حد تاني. فلما بتسأل ران مش بترضى تجاوب وبتطلع اوضتها، واختها بتقول لجدتها ما تتدخليش في الموضوع، هما لسه بيتكلموا بس شويه شويه والعلاقه هتتطور. وبتطلع ورا اختها، وران بتقول لاختها انت ليه كدبتي على جدتنا؟ فبتقول لها يا هبله اقنعيها انك في حياتك واحد تاني عشان ترتاحي. وبتسألها عملت ايه مع تشان؟ فبتقول لها ما عملتش حاجه، قلت له ياخد الكارت بتاعي ويتعالج. فبتقول لها انا ربيتك على كده تديله الكارت ده بدل ما تعزميه على العشاء؟ يا شيخه ده اتصاب مكانك، واحده غيرك كانت عزمته على العشاء. المهم هاتيله لبس كشكر على اللي عمله معاكي حتى. فبتعرفها انه خلاص هتجيب له اللبس وتبعتهوله مع اي واحد يوصله. للدرجه دي يا شيخه قدمي بعض الامتنان شويه، روحي واديله الهدوم واشكري على اللي عمله معاكي تاني. وران بتشكرها انها وقفت جنبها وما سابتهاش. وتاني يوم بتروح الفندق بس مش بترضى تطلع له، وبتبعت له اللبس مع موظف الاستقبال ورساله اعتذار، بس بياخد باله ان الدنيا بتمطر فبيروح لا اراديا ياخد الشمسيه، بس بيقول نفسه لا مش نازل مش هتورط. واللي ما كانش عايز يتورط بينزل بالشمسيه عشان يديها لها. ولما بينزل ويشوفها بيفتكر كلامها عن المطر وقد ايه هي بتحب المطر وريحته، وان هي كانت الشخص اللي يحببه في الحياه من جديد والمطر. ولما بيجي يفتح لها الشمسيه عشان تاخدها وما تتعبش بيلاقي الشمسيه مقطوعه، فبيتحرج قوي بيقول لها عندي واحده تانية هروح اجيبها لك واجي. وبتوصل وقتها بنت كانت معاها في الشغل زمان وبتفضل تسألها عن أحوالها، بس ران مش بتبقى حابة إن هي تتكلم مع حد يعرفها من زمان ولا حابة الذكريات ترجع لها تاني. فبتستأذن منها وبتدخل مع تشان بسرعة. فلما بيوصلوا على الأوضة مش بيلاقي الشمسية، هو بيقول لها أكيد صاحبي بين أخدها. ولما بين بيوصل بيعرفوا تشا إن هي فضلت هنا لأن كان في مطرة ومفيش شمسية، فبيقول له طب كويس يبقى نتغدى سوا. بس تشان بيبقى متوتر قوي وبياخد الشمسية بسرعة وبيديها لها وبيمشيها عند صاحب الكافيه. بيتعب قوي وهو بيشتغل وبيروح للمستشفى. ولما ران بتروح له زي كل يوم بتتفاجئ ان هو مش موجود، فبتكلمه عشان تعرف هو فين، بس بيرد عليها واحد وبيقول لها انه تعب وراح المستشفى ويا ريت بس تهتم بالكلب وتقفل المحل. ولما صاحب الكافيه بيخف بيروح لبيت ران عشان ياخد كلبه، واول ما الكلب بيسمع صوته بيطلع يجري عليه على طول. ولما بتتكلم جدة ران وصاحب الكافيه مع بعض بيطلعوا ان هم يعرفوا بعض اصلا من زمان. في نفس الوقت ده ران بتروح الكافيه وبتتفاجئ انه تشان موجود هناك وكمان هيعيش مع صاحب الكافيه. عند الجدة صاحب الكافيه بيعرفها انه قابل ران من 7 سنين وكانت زعلانة قوي وبتعيط. بنرجع لتشان وران بيبقى واقف تشان في جنب يبص عليها ويراقبها، ولما التليفون بيرن بيقع منه وبيتلبخ. تاني يوم ران بتروح الشركة وبتدي لجدتها ملفات بتكون كاتبة في ورقة فيهم بالغلط اسم تشان، وجدتها بتاخد بالها فجدتها بتبصلها أنا شاكة فيكي يا بت بس مش متأكدة. في غرفة الاجتماعات ران وتشان والجدة بيقعدوا يتكلموا عن التصاميم اللي ران هتعملها، والجدة عشان شاكة فيهم بتقول لهم خلونا نكمل اجتماعنا ده ونتعشى بالمرة. فتشان بيوافق وبيروحوا فعلا، والجدة بتبصلهم وبتقول لنفسها لايقين على بعض يا ولاد، وبتخللهم الجو وبتعمل ان جالها تليفون وبتسيبهم وتمشي. وبتكون ران مش عايزة تقعد معاه وهتمشي، بس لما بتشوف الجرح في ايده بتفتكر كلمة اختها انها كان المفروض تعزمه على العشاء حتى، فبتقوله خلينا نتعشى وانا اللي عازماك. وجدتها بتبعت لها رسالة وبتقول لها بدل ما انتي قاعدة تكتبي اسمه مرارا وتكرارا كلميه. فبتفتكر لما ادت الفايل لجدتها وبتوري لتشان الورقة اللي كانت كاتبة فيها اسمه، فبيستغرب ان هي كاتبة اسمه ليه. فبتقوله اسفة لاني كنت بكتب اسمك عشان متضايقة لاني فكرتك اللي بيطاردني، واحنا هنا علشان جدتي مفكرة ان في بينا حاجة. وبيبدأ أصوات المطعم كلها تضايقه فبيتوتر وبيقوم يمشي. فران بتتوتر قوي من اللي حصل وبتطلع تجري وراه وبالغلط القلم بتاعها بيقع، وبتروح تطمن عليه وبتقوله انت كويس اجيب لك حاجة.
فبيعرفها إن ودنه مش بيسمع بيها كويس وإن الأصوات بتختلط ومش بيبقى عارف اتجاه الصوت منين ولا سامع اللي قدامه بيقوله ايه. أنا حلو ووسيم ومش عشان بسمع بودن واحدة فيبقى في مشكلة، ما تبصليش بالنظرات دي. ولما بتلاحظ بقعة الأكل على هدومه بتقلع الشال بتاعها وبتغطيها له وبتبرر اللي هي عملته. ما تفكرش ان انا عملت كده علشان زعلانة عليك او حاجة، انا بغطيها لك علشان انا مصممة ومش بحب الهدوم تبقى باينة بالشكل ده. فبيقول لها انتي ليه بتعملي حاجز، شكرا على اللي انتي عملتيه. وران بتبدأ تتوتر من مشاعرها الزيادة ناحيته وقربها ليه وبتسيبه وتمشي عشان تجيب حاجتهم. تاني يوم في الشركة ران بيكون جالها برد ولما بتيجي تطلع القلم بتاعها مش بتلاقيه، وبتفضل ران مش مركزة طول الاجتماع غير ان هي تدور على القلم بتاعها وبتفكر انها ممكن تكون ضيعته في المطعم. فبتروح بسرعة على المطعم وبيروح وراها تشان وبتسأل الموظف على القلم بتاعها وان هو يدور لها عليه في قائمة المفقودات. فبيعرفها انه مفيش حاجة وبيبقى تشان واقف متضايق عشانها. فبيفتكر زمان لما زميله قاله إن هو مشغول وإن حبيبته ران عيد ميلادها قرب وعايز يديها هدية بس هو مش فاضي يجيب لها حاجة، فممكن تجيب لها مكاني هدية مناسبة لبنت في العشرين. وتشا وقتها هو اللي بيختار لها القلم بنفسه وبيكتب اسمها عليه. ولما بتطلع من المطعم بيسألها لقيت القلم، فبتقوله لأ هدور عليه بعد ما الناس تمشي. ولما بيلاقيها بتكح بيقلع لها بقى هو الجاكيت وبيديهولها وبيطلب منها ان هما يروحوا يقعدوا في مكان دافي. فبتقوله لا شكرا انا هتولى الموضوع بنفسي، امشي انت. فبيقول لها تتولي الموضوع بنفسك انك تفضلي واقفة هنا في البرد وتفضلي تكحي، ده مجرد قلم يعني. فبتقوله مجرد قلم، انت تعرف ايه عن القلم ده اصلا، شكرا. وبتقلع الجاكيت وبتديهوله. فبيقول لها خلاص همشي وبيلبسها الجاكيت وبيمشي. وبيجي الموظف بتاع المطعم وبينادي عليها عشان تدخل تدور على القلم، وبعد ما بتدور للأسف مش بتلاقي برضو القلم فبتبقى زعلانة قوي. وتشان بيرجع لها جري وبيقول لنفسه إن هو عايزها تبقى سعيدة وزي ما هي ادتله الأمل لازم هو يرجعه لها. وتشان بيوصل لها قبل ما هي بتمشي وبيقول لها أنا آسف إن أنا كنت وقح معاكي بس أنا فعلا هحس بالندم لو ما قلتلكيش كده. لازم نعيش ونفكر في المستقبل وفي اليوم اللي احنا عايشينه، وعلشان كده أنا قدامي 3 شهور وارجع للولايات المتحدة. خلينا نعيش ال3 شهور دول مع بعض وكأنهم آخر 3 شهور. وبيفتكر زمان لما كان بيحاول الانتحار لكن رسايلها منعته يموت، وبيقول لنفسه كنت السبب في حياتي بدل المرة 2 عشان كده لازم أرجعك لحياتك تاني. وهي بتبقى واقفة مصدومة، تفتكره هتوافق على عرضه وتفتكره هترجع تاني لشغفها وحياتها. ولو عرفت بقى إن هو اللي كان بيكلمها وإن كل اللي كانت عايشة فيه ده كان مجرد وهم وإن اللي حبته مش هو وإن طلع حد تاني خالص وواقف قدامها ومحكلهاش الحقيقة، هتعمل إيه؟